السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض مربى التين في البيت، طبيعية جميلة جدا صحية، وهنحفظها بطريقة سهلة جدا بإذن الله. عمرها ما هتبوظ منك، هتعيش معاكي كتير جدا في التلاجة، او حتى لو عايزة تسيبيها بره التلاجة. عايزة اقول لكم كمان ان انا هعمل تركية معاكم النهاردة هتخليها زي قوام يعني الجاهزة بالظبط، وجميلة جدا. عمرها ما هتطلع سايبة زي ما انتم شايفين كده. شايفين القوام عامل ازاي؟ بجد رهيبة ما شاء الله، جميلة جدا وكمان موفرة قوي. قدرت ان انا اعمل من كيلو واحد من التين ب15 جنيه، قدرت ان انا احوله ل مربى، يعني ما شاء الله اللهم بارك، برطمانين ونص، حوالي كيلو مربى. طبعا يعني اقل برطمان مربى دلوقتي هتوصل اكتر من 30 جنيه، صغير جدا ممكن يوصل 40. فطبعا مفيش احلى كمان من ان احنا نعمل لولادنا لسندوتشات المدارس وكده. انا كده كده كنت هعملها، فبالمرة قلت طالما هعملها اصورها معاكم، يعني بحيث ان لو حد عاوز يعملها يجربها، بما اننا في الموسم بتاع التين وقرب يخلص، فاستغلوا الفرصة بقى والحقوا واعملوها. هتعجب ولادكم جدا في السندوتشات بتاعة المدارس، وكمان موفرة جدا جدا جدا. وكمان قلت تنوع كده على القناة، يعني احاول من وقت للتاني اعمل وصفات معاكم. يعني مش هنحط القناة في قالب معين، لان انا بحس ان لما قناة يعني معينة بتبقى في جانب واحد المشاهدات بتبقى ضعيفة شوية. فهحاول باذن الله ان انا ادخل لكم وصفات صحية، وصفات برضو تنفع للمدارس ولاولادنا وكده. مش هتكلم كتير بقى، كفاية. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. بصوا بقى، انا اللي كان في العلبة ده التين، انا غسلته وقطعته كويس قوي، وحطيته السكر عليه. كان كيلو من التين، حطيت عليه نص كيلو من السكر، وحطيته في التلاجة يعني من بالليل لحد تاني يوم الصبح. بعد كده زي ما انتوا شفتوا حطيته في الحلة زي ما هو بالسكر بتاعه. طبعا كان نزل المية بتاعة التين، ودي احلى خطوة ممكن تعملوها قبل المربى ما تتعمل. حطيتها على النار زي ما انتم شايفين كده، وعلى طول بدأ يطلع الريم ده. الريم ده الخطوة دلوقتي، اول حتى لو غلى مش هنضيف ليمون دلوقتي خالص. انا كل اللي انا هعمله في الوقت ده ان انا هقعد اطلع الريم ده. هيعمل لي مثلا حوالي كام معلقة كده، مش كتير طبعا. هتشيليه على جنب كده عشان ما تسكرش معايا، ويعني وتبقى مش حلوة. يعني الطريقة دي بجد حلوة جدا، فحاولوا ان انتوا تعملوها بالظبط. انا بقى قعدت كده يعني اشيل الريم لحد ما خلاص اتشال تماما. طبعا بعد شويه انا بهدي النار، مش بسيبها على طول عاليه. يعني بعد ما الخطوه اللي فاتت دي ببدا ان انا اهدي النار بقى كده عليها. بعد ما غليت وشلت الريم بهدي النار خالص. وزي ما انت شفتوا حطيت 3 وحدات من القرنفل او المسمار ده. بجد حلو جدا، بيدي طعم حلو وكمان فوائده رهيبه. وسبتها بقى بعد كده، بعد الريم بقى والمرحله دي، سبتها هديت شويه حلوين كده على نار هاديه. قعدت بقى تاخد وتدي مع بعضها. حسيت ان التين نفسه استوى. فدلوقتي بما ان التين خلاص استوى، يعني قرب يستوي على الاخر، فضفت كده نص ليمونه. واللي قبل نص ليمونه ده دي اهم حاجه عشان يحفظ لي المربى ما تبص. اللي هو ملح الليمون، انا حطيت نص معلقه صغيره، او لو انت عايزه تحطي مثلا ربع معلقه كبيره. نص معلقه صغيره مش مليانه. ملح الليمون حلو جدا جدا. كمان استخدمته في تعقيم البرطمانات. عقمت البرطمانات طبعا، لازم تتعقم كويس عشان المربى ما تبص وكده، عشان لو في اي بكتيريا او اي حاجه في البرطمانات تطلع يعني وتروح تماما. سبتها بقى بعد ما عصرت الليمون كمان وحطيت ملح الليمون، سبتها كده مع نفسها. زي ما انتم شايفين اصلا هي خلاص استوت. بس لو سبتها اكتر من كده يا جماعه هتقعد يعني تقل بقى وتنقص، وانا عايزه استفيد باكبر كميه. ففي خطوه كده هتخلي قوامها يعني ناعم جدا جدا، يعني فوق ما تتخيلوا. بجد الخطوه دي جميله قوي، وكنت اول مره اعرفها. دي الطريقه دي احلى طريقه جربت فيها مربى، وبجد طلع زي بتاع بره بالظبط. انا جبت معلقه صغيره من الجيلاتين البودر، بتجيبيه من عند العطار عادي. بتحطي معلقه صغيره، بعد كده بنخففها بمعلقتين ميه، وبتقلبيها كويس قوي. بعد كده بتحطيها على المربى، بس بعد ما المربى تكون استوت خالص. هي بس مثلا سايبه لسه شويه عشان تربط معايا سريعا، وكمان ما تقلش قوي وتخس بقى. يعني عايزين الكيلو يبقى يعمل لنا كميه كبيره كده، ما تنقص قوي، لان كل ما هتسيبيها على النار كل ما هتخس معاكي. فالخطوه دي كمان بتخليها كريمي كده، تحس ان يعني تحسوها ناعمه.
وجميله بجد زي اللي بتبقى في البرطمانات الجاهزه بالظبط. حطيت كده الجيلاتين، هسيبها برضو شويه، هقلبها طبعا، وهسيبها برضو 5 دقايق كده على نار هاديه لحد ما اشوف يعني القوام عامل ايه. طبعا كمان لو انتوا بتحبوها قطع كده، بس يعني هي قطع كبيره يعتبر، انا مقسمه التينية الواحده على 4 اجزاء. ففي ناس ممكن تكون مش حابه القوام اللي هو القطعه كبيره كده، ممكن بقى لا اما تضربيها بهاند بلندر لو انت حابه على الاخر تفرميها على الاخر. بس انا بحبها فيها قطع وفي نفس الوقت تكون ناعمه، مش القطعه اللي هي الماسكه مثلا، هي كده كده اوريدي استوت كلها، بس انا همسكها كده بالهراسه وهبدا ان انا اضغط بحيث ان انا اخليها كده فيها قطع وفي نفس الوقت برضو فيها حتت دايبة اكتر. فالقوام ده زي الجاهزة بيبقى فيها قطع كده وفي نفس الوقت مش كلها دايبة. شفته بعد بقى ما طفيت عليها وهديت وبقت دافية خالص، ببدأ احطها في البرطمانات المتعقمة عندي. شايفين القوام عامل ازاي؟ ما شاء الله ولا قوة الا بالله، جميلة جدا، من احلى وانجح المربات اللي انا عملتها في حياتي. انا من اول ما اتجوزت ما عملتش ولا قبل كده ولا مربى. زمان كنت بجرب واعمل وانا صغيرة شوية، كنت بعمل يعني كميات بسيطة على قدي، يعني كتجربة يعني اقصد. لكن دي اول مربى بصراحة اعملها. بس جت الفكرة لاني انا بحب التين وبما انه موجود فقلت استغل الفرصة واعمل كمية كويسة تكفي عشان المدارس، وان شاء الله لما تخلص ممكن نعمل باي بقى انواع فاكهة تانية باذن الله. لو عجبتكم الطريقة دي ممكن اعمل معاكم انواع مربات تانية باذن الله. هنا بقى انا بقول لكم هنا اننا ممكن نقلب البرطمانات وهي في التلاجة عشان ما تبص للامان. هي كده كده ملح الليمون مادة حافظة وانا معقمة البرطمانات، فاوريدي ان هي باذن الله هتبقى كويسة مش هيحصل لها حاجة. شايفين القوام عامل ازاي؟ والله يا جماعة اللي مش هيجربها فايته كتير جدا، لذيذة وموفرة بشكل مش طبيعي. فباذن الله تعجبكم. هنا بقى وريتكم كمان وانا بفردها على الساندوتش كده على العيش، بجد بتبقى مع الفينو بقى للمدارس بتبقى حلوة قوي. فجربوها باذن الله تعجبكم قوي. شايفين عامله ازاي؟ انا قلت لازم كده اوريها لكم في طريقه الفرد. انا بالنسبه لي بما اني بحب المربى دايما واكتر مربى بحبها التين والفراوله، فانا حاسه ان هي زي الجاهزه، مش حاسه باي فرق بصراحه. يعني ما شاء الله اللهم بارك، حلوه جدا جدا. يعني لو عجبتكم بجد الطريقه اعملوا لايكات، شيروها مع اصحابكم مع اخواتكم، جربوها للمدارس باذن الله. احاول الفتره الجايه اعمل لكم وصفات تانية، حاجات برضو تنفع للمدارس، توست، عيش، حاجات من دي. وكمان برضو التحديات بتاعتنا والدايت بتاعنا باذن الله مستمرين فيه، فشجعوني بقى لو الوصفات او النوع ده من الوصفات عجبكم. باذن الله اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع الف سلامه. هنا بقى كنت بوريكم الكمية اللي هو عملها لي. الكيلو التين عمل لي البرطمانين دول ما شاء الله كبار، يعني دول برطمانات، ده برطمان مربى اصلا وده كمان برطمان صلصة 360 جرام. 1.5 من الصلصة، وعلى فكرة احنا كنا اكلنا منها كمان.